السلام عليكم. فيديو جديد قناه عنبر 7 وهتكلم عن نهائي كاس مصر اللي بين الاهلي والزمالك واللي هيتلعب يوم الجمعه الجايه في السعوديه. وانا عارف هيجي لي واحد من الجيل الجديد الهواه اللي ما بيعرفوش يتكلموا في الكوره، هيجي يقول لي هتلعبوا بقى يا عم الكاس الجديد ومش عارف ايه وكده. احب اقول لك ده كاس الموسم اللي فات، وخد بقى التقيله. سيف فاروق جعفر مشارك في البطوله دي مع 3 انديه مختلفه. عندك كان مشارك في اول بطوله مع الزمالك، في نص النهائي شارك مع بيراميدز وراح لعب ضد الزمالك، جه بقى في الفاينل هيلعب مع الزمالك قدام الاهلي. فصباح الفل. وعندك الاهلي في الدوري لعب 6 ماتشات بس، واول الدوري انبي 13 ماتش. فيعني كبر دماغك واتفرج على المتعه بتاعت السعوديه. وبيقول لك كان المصارع هيجي يرفع الكاس زي في ماتش مش فاكر ماتش مين. فيعني بتتكلم على ايه؟ يعني الدنيا هتبقى جميله. ما تشغلش في تفاصيل الدوري المصري الجميله دي، واسمع معايا البطاقه التعريفيه وللماتش. وهتكلم عن ان ايه اللي حصل في الفرقتين الفتره اللي فاتت من بعد الكاس افريقيا. حاسس ان الناس مش مركزه مع المحليات، فانا اجي لك بقى بالوجبه الدسمه دي. وركز معايا واتمنى الفيديو يعجبكم. وطبعا قبل ما ابتدي كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان، ويلا بينا. طيب عشان نبقى واضحين بس تعرفوا انا الماتشات اللي شفتها ايه او ايه اللي حصل الفتره اللي فاتت. انا بصور بعد ماتش الزمالك والداخليه، وكان الصبح كمان في الخبر بتاع تسديد غرامه كهرباء، واخيرا بعد مرور سنه غرامه كهرباء اتسددت. فانا هكلمك على ماتشات، ورحلتي هتبتدي من بعد كاس افريقيا. هكلمك على ال3 مباريات بتوع الاهلي، 3 مباريات بتوع الزمالك، لحد ما نوصل لشكل معين كده، وفي الاخر نتوقع ونشوف ايه اللي هيحصل. نبتدي بالرحله بتاعتنا، وانا هبتدي الرحله من بعد كاس افريقيا اللي فازت بيها الكوت ديفوار. ورجعنا لقينا الاهلي بيعمل صفقاته، ولقينا الزمالك بيعمل صفقاته وبيدور على مدير فني بعد المرحله الانتقاليه بتاعه كابتن معتمد جمال. جميل جميل. طيب انا اتكلمت على الصفقات واتكلمت على الزنفولي وعبد الله السعيد والكلام ده كله. كان كلام كله نظري، ما شفناهمش في الملعب، وكان الكلام ده في الفيديو اللي قبل الفيديو بتاع الشامبيونز ليج. تمام. طيب تعالوا بقى نشوف ايه المختلف في الفيديو ده. اولا عدى 3 ماتشات. الاهلي لعب ماتشين في افريقيا بالوزداد ميدياما، ولعب ماتش في الدوري بليله المحله. عندك الزمالك الناحيه الثانيه لعب ماتش الاسماعيلي، ماتش ابو سليم الليبي، واخر ماتش اللي انا بصور بعده ماتش الزمالك والداخليه. فده ال3 ماتشات اللي انا هتكلم عنهم وناخد منهم نقط نستفاد منها، ونشوف ده تاثيره ايه على ماتش يوم الجمعه. وهيبقى عشان تبقوا عارفين برده هيبقى فيه لسه ماتش في نص الاسبوع قبل ماتش الفاينل. ده هيلعب مع يانج افريكانز، هيلعب مع يانج افريكانز، وده هيلعب مع سجرادا الكونغولي، والاثنين شبه مضمنين على المجموعه يعني. فانا ما حبيتش اخر الفيديو اكتر من كده، وحتى نتكلم المواضيع سخنه. وموضوع كهرباء كان لسه حصل النهارده الصبح اللي هو بتاع تسديد الغرامه. فقلنا خلاص عندك الصفقات تمت والكلام ده كله. وعندك الزمالك جاب جوميز بدل معتمد جمال. انا هبتدي بماتشات الزمالك. ليه؟ لان الزمالك فيه تفاصيل اكتر، في تغيير مدرب، في صفقات جديده، في كلام نحكي عنه اكتر. الاهلي في استقرار اكتر، في ثبات على المستوى، في بس كام نقطه بسيطه هو اللي هتكلم عنهم فيه. فهبتدي بالزمالك الاول. ايه بقى اللي حصل في ال3 ماتشات اللي فاتوا؟ عندك اول ماتش كان الاسماعيلي. ببساطه عشان انا لقيت كلام كتير قوي على السوشيال ميديا وكلام المحللين ما عجبنيش وما اقتنعتش بيه، وهو ان فجاه الناس عايزه تحكم على الصفقات، فجاه الناس عايزه تحكم على المدرب والكلام ده كله. انا هكلمك على حاجه اثرت على الماتش. ايه؟ الزمالك في ماتش الاسماعيلي ابتدى بال4-3-3. عندك اهم حاجه انا ببص عليها نص الملعب. عندك دونجا وشحاته وقدام عبد الله السعيد، لعب بصفقتين من الجداد. وكان عنده مشكله في الباك الشمال طبعا بعد اصابه عبد الشافي ربنا يشفيه، وفتوح لسه مش جاهز بدنيا بعد منتخب مصر، فلعب بابراهيم انداي باك شمال. وقدام عادي بقى اوباما وشيكابالا وزيزو. طبعا احنا اتكلمنا قبل كده على نقطه بدايه شيكابالا ان هي ما بتساعدش الفريق قوي، وخصوصا ان انت معاك عبد الله السعيد وشيكابالا، فهيبقى فيه تقل في الفرقه. هيبقى الاعتماد كله على تحركات زيزو وناصر ماهر. طبعا هيبقى فيه كواليتي في بساطه اعلى، ولكن هيبقى الاعتماد وسهل انك تقفل على الزمالك في الحاله دي. شيكابالا احسن حاجه ليه زي ما قلنا قبل كده انه ينزل لك بعد الدقيقه 65 ينزل لك السوبر صب العاقل الراسي اللي هيخلص لك الدنيا. فدي كانت اول غلطه. تاني غلطه وهي مش بتاعه المدرب، كان ان ابراهيم انداي باك شمال. طبعا دي مش غلطه حد. طيب ايه بقى اللي بوظ الشكل في المباراه وخلى الناس تقول لك
اصل ناصر ماهر اللي عدى الدنيا في دقيقه 70. طيب بشويش والناس اللي قعدت تقول لك اصل عبد الله السعيد فاشل وصفقه فاشله وما اعرفش ايه. بشويش ايه اللي حصل في الماتش؟ اول 25 دقيقه كانوا ماشيين بايجابيه جدا للزمالك، عندك استحواذ، عندك شايف الفرق في الكواليتي في نص الملعب بين عمرو السيسي وبين عبد الله السعيد وبين الكلام ده كله، فانت شايف في حاجه كويسه، في بدايه كويسه. طيب ايه اللي بوظ على الزمالك الماتش في الاول؟ ان في الدقيقه 30 جه محمد شحاته الصفقه الجديده، اخذ انذار ملوش لازمه وتعصب وقعد يعمل فاولات كتير وكده. فطبيعي ودي حاجه حلوه جدا في جوميز انه عمل التغيير بسرعه وراح سحب محمد شحاته وخلى عبد الله السعيد يرجع رقم 6. هي دي اللي بوظت الماتش. ليه؟ ابتدى عبد الله السعيد يرجع للمنطقه اللي ورا اللي وبسبب سنه مش هيقدر يتقدم قدام كتير وهيبقى ملتزم بادوار دفاعيه. فايه اللي هيحصل؟ الحركه هتقل قدام. فايه اللي هيحصل؟ هيبتدي يعتمد هو وشيكابالا على ايه؟ على الكور الطوليه لبعض. طيب هل دي حاجه وحشه ان انا اعتمد على عبد الله السعيد في الكور الطويله؟ لا طبعا، عبد الله السعيد من احسن اللعيبه في مصر تعمل كور طويله، لكن المشكله فين؟ ان خلاص اتسهلت الماموريه على الاسماعيلي يمسك زيزو الوحيد اللي هيتحرك في المساحات البعيده من الثرو باص بتاع عبد الله السعيد، فيمسكوا زيزو وشيكابالا الناحيه الثانيه بطبيعه مركزه وبطبيعه ان هو حريف هينزل يسقط لتحت. فانت حرفيا الزمالك عمال يلعب كور طويله الاثنين قدام وسط 5 من دفاع الاسماعيلي. ودي انا مش عايز اسبق الاحداث بس دي اتكررت تاني في ماتش النهارده، ماتش الداخليه. فانت بتتكلم على ان انذار لمحمد شحاته وتغيير حصلت بوظت عليك الترتيبه اللي انت كنت عاملها. ليه بقى ما ظبطتش غير لما ناصر ماهر نزل؟ لان لما ناصر ماهر نزل بقى في حلقه الوصل اللي كان المفروض اصلا تحصل من اول الماتش بتاعت عبد الله السعيد. فنزل ناصر ماهر حل الازمه وحل الترابط اللي بين عبد الله السعيد والثلاثي الهجومي، وابتدى الزمالك يتحرر. ابتدى خلاص، ابتدى بقى هو يضم على الجبهه الشمال، ابتدى يطير ابراهيم انداي، ابتدى الدنيا تتحرك. ففجاه لقيت الزمالك انتشر. فهي دي كانت النقطه مش كانت مشكله في عبد الله السعيد وحش ولا ان ناصر ماهر جبار. هي الفكره ان انت لما عبد الله السعيد رجع لورا حلقه الوصل اللي انت راسمها لعبد الله السعيد لما يجي الزمالك ماتت من دقيقه 35 لحد الدقيقه 75. كل ده الزمالك بيلعب لعب عشوائي. فطبيعي لما ينزل ناصر ماهر ومعاك عبد الله السعيد في الملعب حصل حلقه الوصل في الملعب كله. فانا بالنسبه لي دي كانت اكبر نقطه موجوده في الماتش ده. عندك محمد حراسه المرمى كويس، عندك المسلوسي بيتقدم، عندك عوده حسام عبد المجيد جنب الزناري عامله اداء هايل جدا. هي بس المشكله في الباك الشمال وابتدى فتوح يرجع. نص الملعب هي ده الاستكشاف الوحيد اللي ناقص او اللي احنا عايزين نشوفه، ان ايه التوليفه الاحسن لنص الملعب بس في الفتره دي بين احمد حمدي، بين دونجا، بين رؤى، بين عبد الله السعيد، بين ناصر ماهر. الخمسه دول ومحمد شحاته السادس مين يلعب بينهم؟ وانا هقول لك ده في توقعاتي للماتش للاهلي والزمالك يعني. طيب فدي بالنسبه لي كانت اكبر نقطه شايف الناس بتتكلم عنها على السوشيال ميديا وفي السوشيال التحليليه وكانت غلط، فانا جاي اصلحها لك. هي دي بالنسبه لي كانت اكبر نقطه في الماتش ده. طيب رحنا على ماتش ابو سليم، لقينا بيلعب بتشكيله جديده. جوميز جرب حط اوباما مع ناصر منسي قدام. انا بالنسبه لي مش هقدر اقيم لك الماتش ده قوي لان الزمالك بيلاعب فريق من الاخر على الابيض والزمالك قادر يكسب وخلاص. فانا بالنسبه لي الماتش ده ما اقدرش احكم على تجربه اوباما مع ناصر منسي مع بعض عشان ما اضحكش عليك، فاهم؟ فجه بقى ماتش الداخليه رجع لك بال4-3-3، رجع لك محمد صبحي، مسلوسي، حسام عبد المجيد، الزناري، فتوح رجع له اخيرا. عندك بقى في نص الملعب كان بيلعب ساعات 4-2-1-3 وساعات 4-1-2-3، يا اما دونجا برقم 6 لوحده يا اما سيف فاروق جعفر بينزل جنبه وقدامه عبد الله السعيد وقدام زيزو، ناصر منسي وناصر ماهر نزل الماتش ده من الاول وينج ليفت. ايه المشكله كانت في الزمالك الماتش ده؟ المشكله هي نفس فكره الماتش الاولاني اللي هو بتاع الاسماعيلي. ايه؟ ان انا معايا كويره في نص الملعب كتير قوي وناصر ماهر بالضروره بينزل يسقط جنب عبد الله السعيد شويه، فانت برضو مضطر تلعب في المساحات. مين اللي يجري؟ زيزو وناصر منسي. فطبعا بالتفاهه بتاعت الداخليه دي وبطء عند الزمالك، فطبعا مش هيبقى فيه الشراسه والفاعليه
اللي انت هتشوفها. كانت ايه الفكره الثانيه؟ ان ناصر ماهر لما يجي يمسك الكره على الشمال يعمل من الاخر حركه رمضان صبحي ومعلول، عشان انا بسطها لك واقربها لذهنك. امتى بقى الدنيا اتظبطت، او كان ايه الحل من وجهه نظر الشوط الاول؟ ان لازم ينزل وينج شمال جراي، وناصر ماهر وعبد الله السعيد يبقوا هما اللي في نص الملعب، بحيث ان انا لو عايز اسقط جوه البوكس واعتمد على الكور الحلوه بتاعت ناصر ماهر وعبد الله السعيد هيبقى شغال. عايز العب عرضيات هيبقى شغال ناصر منسي كويس، ولو عايز العب شوط من بعيد شغال، لكن اوسع على نفس الاختيارات. وهي دي كانت مشكلتي مع الزمالك ماتش الاسماعيلي والداخليه في الشوط الاولاني، ان انت يعني معتمد على طريقه مش هتنفع مع فرق الدوري المصري. فرق الدوري المصري بتتكتل وبتقفل، مش هينفع تقعد تلعب لي على الكوره. ايه، عبد الله السعيد يجي على الشمال يروح لاعب الطويله لزيزو جوه البوكس، مش هتنفع، مش هتجيب في الدوري المصري دي. لازم تقرب تلعب كور سريعه اكتر من كده، ولازم الزمالك يبقى اسرع من كده. الزمالك اتحسن في نص الملعب كتير جدا، ولكن في بطء احنا لسه مش فاهمينه. طيب، فايه اللي كان المفروض يحصل؟ كان المفروض ببساطه شديده جدا انك تسحب واحد من نص الملعب، تنزل مكانه مصطفى شلبي، وناصر ماهر يضم جنب عبد الله في نص الملعب. ايه اللي حصل؟ اول تغييره بين الشوطين نزل على طول مصطفى شلبي وينج شمال، وناصر ماهر رجع مع عبد الله السعيد. وانا اول ميزه شفتها في الثلاث ماتشات اللي فاتوا، طبعا مش هسبق في الحكم على جوميز، ولكن انا عاجبني سرعه التدخلات. شايف المشكله فين؟ حتى لو في اكتر من مشكله، بس في مشكله بيشوفها مؤثره مغير على طول، ما بيصبرش. ودي احلى حاجه. اول ما نزل مصطفى شلبي خلاص ناصر ماهر عبد الله السعيد ابتدوا يلعبوا في المساحات اللي بين لعيبه الداخليه، وابتدوا يلعبوا الكور الطويله على الجنبين. فخلاص تشوف بقى الواحد على واحد مصطفى شلبي يخش، تشوف فنت من زيزو يخش، تشوف ناصر منسي يحاول يحجز معرفش ايه، فتوح يعمل الاوفرلاب، فبقى في حريه وحركه في الزمالك اكتر. طيب، ايه اللي عجبني تاني في جوميز؟ انه قال لك الدوري المصري ده الماتشات اللي زي الداخليه دي لازم انزل بمهاجمين من بدري. جالك في الدقيقه 60 65 راح منزل لك يوسف اوباما جنب ناصر منسي، وطلع ناصر ماهر، لان قال لك انا خلاص بقى عندي اكتر من حل. بقى عندي مصطفى شلبي يقدر يلعب بالكوره، بقى عندي عبد الله السعيد يعمل لي الكوره الطويله، عندي دونجا اقدمه، وعندي زيزو. فخلاص ما بقتش محتاج كويره قطار قد كده، بقيت محتاج ان واحد تاني جنب يبقى كوير وفي نفس الوقت عنده فينش، ويلعب لي مهاجم جنب ناصر منسي عشان ازود الكسره العدديه. فراح منزل لك مين؟ اوباما. جه في الدقيقه 70 75 قال لك انا محتاج اكتر، راح منزل مين؟ سامسون اكينيولا. طبعا الماتشات اللي زي دي يتعمل فيها كده، بس طبعا قدام الاهلي مش هيعمل كده الا بقى لو خسران طبعا. ولكن انا عجبني انه ايه، لازم اكسب. انا لازم افرض عضلاتي، انا لازم ازنق الفريق اللي قدامي. ان مدرب يعمل كده في اول 3 ماتشات ويعملها كذا مره وتلاقي تدخلات سريعه، دي حاجه كويسه. مش بقول ان المدرب ده ناجح، ولكن على الاقل وراني حاجات هي اللي تنفع مع الدوري المصري، فاهم؟ فنزل سامسون اكليون، نزل معرفش ايه، عمل تغييره كمان كويسه يعني بالنسبه للماتش. نزل عمر جابر. لما نزل عمر جابر بقى راح قلبها 3-4-3، رجع مصطفى شلبي LMF، راح مطلع فتوح خالص، وخلى الثلاثه اللي قدام اوباما ناصر منسي وسامسون اكينيولا، وزيزو دخل في العمق وخلى عمر جابر RMF كده. والزمالك ابتدى شكله يتغير. ليه؟ خلاص هو لقى ان الداخليه عمال تقفل لجوه ومهتمه بزيزو، والخمسه اللي في الدفاع هيتشغلوا بالثلاثه المهاجمين، وعندك عبد الله السعيد كورته حلوه، وعندك مصطفى شلبي كورته حلوه. راح عامل ايه؟ قال له عمر جابر مد قدام، كده محدش هيضغط من وراك، وكده دونجا هيسد وراك، مد لقدام وخش بينهم مش هيركزوا معاك. اول كوره في الدقيقه 85 بعد التغييرات دي، دونجا بيديها لعمر جابر، هوبا في سقف الشبكه، جون، والزمالك 1-0 وبيكسب المباراه. ايه الايجابيات في الزمالك في مباراه الزمالك اللي فاتت؟ ان شفنا دخلات سريعه من جوميز، شفنا التزام تكتيكي من اللعيبه. مفيش اداء مبهر، ولكن شايفين الزمالك فيه ايه، في فرق في الصفقات في نص الملعب بالذات، في كوره حلوه. لازم نتفق، الاسماعيلي، ابو سليم، الداخليه مش مستويات، ولكن كبدايه انا شايف ان الزمالك عامل يعني ايه، في الدقايق اللي بيحصل فيها تركيز وتكتيك يناسب اللعيبه اللي موجوده في الملعب بتلاقي اداء شغال. طيب نطير بقى على الناحيه الثانيه، الاهلي.
الاهلي لاعب مين؟ الاهلي عندك لاعب بالوزداد يوم الجمعه، ولاعب بعديها ميدياما، ولاعب بلديه المحله. يونج بالوزداد بالنسبه لي كان ماتش عوده من كاس افريقيا، في الاداء البدني مش اعلى حاجه، وصلت وهددت مرمى الجزائر كتير جدا، وبصراحه شباب بالوزداد مش اعلى فريق تقنيا، ولكن الاهلي كان شغال كويس. جينا ماتش ميدياما، انا بالنسبه لي ماتشات مع فرق افريقيه التصنيف الرابع دي انا بالنسبه لي مش بقيمها، زي ما قلت لك على الزمالك ابو سليم انا مش هقيم الماتش ده. وانا بالنسبه لي ماتش ميدياما، مع ان ميدياما عنده فرص كتير جدا، بس انت عارف عقليه اللعيب المصري لما بيبقى مضمن الفوز في المجموعات او مضمن الفوز بيلعب باداء رعوني، فانا برضو مش هقيم الماتش ده عشان ما اظلمش حد. بس تعال نقيم ماتش بلديه المحله. ايه اللي حصل في ماتش بلديه المحله؟ او ايه الاستكشاف اللي احنا بنحاول ندور عليه زي ما بنتكلم على الزمالك كده؟ هو وسام ابو علي. طيب تعال اقول لك وسام ابو علي. وسام ابو علي انا بالنسبه لي بحسه شبه ازارو ومحمد شريف في ايه؟ مهاجم حركي خفيف، وطبيعي نحس بكده بدل ما بنشوف الدبابه مودست، يعني او مش عايز اقول الثلاجه، بس هو الدبابه مودست مخلي اي مهاجم يلعب مكانه فراري، يعني مخلي اي حد مكانه بيجري وبيتحرك وبيخبط. ولكن انا شايف مهاجم كويس وسام ابو علي. ليه؟ بانت عندي من اول لقطه في ماتش بلديه المحله. طبعا رامي ربيعه ثرو باص عالمي. في برضو حاجه في ماتش بلديه المحله عشان قبل ما اكمل، يعني بلديه المحله لعب بشكل عايز اقول ايه، اللي هو ايه، لما نقعد عكرم ماسك طنطا واللي الاهلي والزمالك، اللي هو انا هفتح اللعب والعب بساط، تطلع الناس تقول عليا ان انا لعبت حلو بس هخسر سكور. هو دي نفس الفكره. بقيه المحله انا حسيت ان هي نازله بطريقه ما تناسبش امكانياتها، وبتدي فرصه للاهلي. الاهلي هو عايز كده اصلا، الاهلي عايز ان المساحات ويروح يضيع فرص كتير والكلام ده كله. الاهلي لو لعب ماتش مخنوق هيظهر بقى نفس المشاكل اللي ظهرت الزمالك قدام الداخليه مثلا، اللي هو فرق في المساحات وان في الكومباكت ومش عارف ايه والكلام ده كله. فالاهلي بالنسبه له الماتش سهل جدا من اول 5 دقايق. ليه؟ رامي ربيعه بيلعب ثرو باص حلو جدا بصراحه، وسام ابو علي يسرق المدافع ويخش بين الباك الشمال والمدافع اللي على الشمال، دي حركه حلوه جدا، تحرك ذكي، لان هم عايزين يلعبوا اوف سايد تراب، فانه يبقى مصحصح كده وفايق. هو انا عارف ان اللي هو طبعا بتاع تشيلسي وليفربول ماتش الكاراباو هيجي يقول لي يا عم ده الف ب، معلش احنا في الدوري المصري اهدى، دي مش الف ب خالص. فسرق المدافع، الاستلامه ما كانتش احسن حاجه بس انا مش هبقى دقيق يعني، وفنشه حلوه جدا بصراحه. فانا بالنسبه لي وسام ابو علي وراني تفاصيل كويسه. طبعا لسه مش هحكم عليه طبعا، مش قبل 10 15 ماتش كمان، ولكن فماتش انا بالنسبه لي ماتش الاهلي كان ماتش بيت المحله كان سهل زياده عن اللزوم، والاهلي سهله على نفسه. وكولر بيعجبني بقى في كولر ان هو ايه، كل ماتش بيظبط له حاجه. الماتش ده هتلعبه عالي عليا، طيب خد يا باشا الكوره الطويله، يلا مع السلامه 5-1. انت هتقفل عليا، خلاص نلعب عرضيات وربنا يسهلها، وهنعمل ضغط وهنزنقك في مكانك. عايز ايه؟ هتعمل ايه؟ انا هلاقي لك الحل المضاد، وبنزل اللعيبه اللي عندي. طيب انا كده يعتبر اتكلمت على النقط المهمه هنا وهنا، كل واحد منفصل. طب تعالوا بقى نتوقع للماتش اللي جاي، ماتش الاهلي والزمالك، ونشوف ايه اللي هيحصل. انا بالنسبه لي ايه التشكيلتين المثاليتين في ماتش زي ده؟ تشكيله الزمالك المثاليه محمد صبحي في حراسه المرمى، مسلوسي، حسام عبد المجيد، الزناري، احمد فتوح، دونجا ورؤى، وقدامه عبد الله السعيد، وقدامك زيزو، ناصر منسي، ومصطفى شلبي. طيب واحد هيقول لي ليه محمد شحاته في نص الملعب، وليه مش ناصر ماهر، وليه مش الكلام ده كله؟ طيب ده هينطبق على جوميز. عايز ايه من الماتش ده؟ عايز يلاعب الاهلي زي ما بيلاعب الداخليه والاسماعيلي، انه يحاول يفرض سيطرته على نص ملعب الاهلي، وده شيء صعب ان الاهلي سكواده اتقل بكتير، ولا تنزل بمحمد شحاته وتخلي عبد الله سعيد في رقم 10 لوحده هو اللي يعمل لك التحولات. فانا بالنسبه لي ده اول سؤال يتسال لجوميز، هو انت عايز ايه من الماتش ده؟ وهنعرف بالتشكيله. طيب انا اختار ايه؟ لازم تجيب محمد شحاته ودونجا او رؤى، انا قصدي يعني فكره ناصر ماهر وعبد الله السعيد ودونجا مع بعض دي ما ينفعش قدام الاهلي، ما تنفعش قدام الاهلي. الا بقى لو انت هتنزل الماتش ده انا هنزل اكبس على الاهلي. عندك الحلول الثانيه، يا اما رؤى يا اما شحاته يا اما سيف فاروق جعفر.
وانا بالنسبه لي ما رشحش سيف فاروق جعفر قوي، لان هو نفس فكره ناصر ماهر، مش مدافع قوي قوي، لا هو برضه عايز الكره في رجله وانه يتحرك والكلام ده كله. فهي بالنسبه لي هنعرف من تشكيله جوميز ده اللي وفره نص الملعب بتخلق لك وبتعرفك المدرب ده نازل ازاي. احنا يوم الجمعه من التشكيله هنعرف هو نازل ازاي. انا اختار ايه؟ انا اختار بتاعه الدفاع اللي فيها رؤى او محمد شحاته او سيف فاروق جعفر. طيب قدام مين؟ مصطفى شلبي وزيزو وناصر منسي. نيجي بقى بالنسبه لتشكيله الاهلي المثاليه، عندك مصطفى شوبير، محمد هاني، عبد المنعم، ياسر ابراهيم. الباك الشمال بقى انا بالنسبه لي عمر كمال. عمر كمال، وهقول لك ليه بعد ما اخلص تشكيل. عندك في نص الملعب هيلعب بالثلاثي طبعا، هيلعب مروان عطيه، عندك ديانج ما اعرفش هيلحق ولا لا، خد بالك انا قايل لك من الاول ان انا مصور قبلها باسبوع، فانا ما اعرفش هيلحق ولا لا. انا برشح انه يلعب مثلا مروان عطيه، ويلعب باكرم توفيق في نص الملعب، ويخلي قدامه يا سوليه يا قفشه، وهشرح لك ليه برضه. وقدام العب برضا سليم، العب ببيرسي تاو، والعب بوسام ابو علي، واخلي حسين الشحات دك. هشرح لك ليه اعمل كده. ليه عمر كمال مش علي معلول؟ ببساطه شديده جدا، لان انا عايز قوه في الدفاع وعايز تحولات هجوميه. الوحيد اللي هيعمل لك كده عمر كمال. مش على عدلته ومش على كلامه، بس انا لعبت علي معلول. انا بحس ان الاهلي دلوقتي لما بيلعب علي معلول في ماتش مهم بيبقى الفريق كده متكهرب، ناقصه حاجه. ليه؟ لان علي معلول هو بيعرف يهاجم، بس ايه اللي بيحصل؟ بيبقى عنده التزامات تكتيكيه في الدفاع. فبحس ان علي معلول واقف مظلوم، اللي هو واقف تايه. انا عايزه قدام، بس في نفس الوقت انا بحتاجه ورا، وفي نفس الوقت في الاغلب الالتحامات الدفاعيه ورا بتبقى قليله، ساعات بيعمل اخطاء. شفنا في ماتش ميدياما كان عليه ضربه جزاء وما اتحسبتش. فهو ده اللي انا بكلمك فيه. فانا عايز عمر كمال لان اقوى جبهه هي زيزو، وكمان معاه في المنتخب حافظه ولعب قدامه كتير جدا في فيوتشر والكلام ده كله. فانا عايز عمر كمال في نص الملعب. ليه عايز سوريا او قفشه؟ انا عايز واحد يمسك لي الكوره. انا عايز واحد، لان انت في الاغلب هتلاعب عبد الله السعيد وكده، فانا عايز اشوف الصراع ده، اشوف صراع الاستحواذ. وطبعا مروان عطيه واكرم توفيق عشان يامنوا الاطراف ويامنوا قفشه لما يتقدم والكلام ده كله، بديله الحريه الكامله. طيب ليه رضا سليم مش اسمه ايه ده مش حسين الشحات؟ انا شايف ان رضا سليم هيقدم لي اللي انا محتاجه. لو الاهلي مثلا عايز يلعب دفاع ويلعب زون، رضا سليم في المرتدات هيبقى عالمي، هو وبيرسي تاو واسامه ابو علي، هتبقى عالميه. حسين الشحات عايز الكوره في رجله اكتر، عايز يرقص طرقستين، عايز يحط في البعيده ار2. فحاسس ان حسين الشحات ينزل في الشوط الثاني احسن. رضا سليم خليه هو اللي في الاول اللي يجري ويحفرك ويتعب المسلوسي وعمر جابر، وفرق البدني اللي هو فاهم. فهي دي الفكره. فانا بالنسبه لي دي التشكيلتين المثاليتين. قول لي برضو رايك في الكومنتات، ايه رايك في التشكيلتين دول؟ وقول لي انت التشكيلتين بتوعك. تعالى بقى نتكلم عن اخر حاجه وهي التوقعات. في الاول بس اقول لك ان الماتش ده بيقولوا احتمال هيبقى مصارع كين زي ما قلت لك في الاول، هو اللي هيقدم تقديمه الماتش زي ما اندرتيكر قدم ماتش الهلال وانتر ميامي باين، او الهلال والنصر. وعندك كمان جوزيه مورينيو هيطلع مع ابراهيم فايق في الصوت التحليلي. ايوه. وتعالى بقى نتوقع. الحقيقه الماتش ده مصروف عليه كتير، فانا بصراحه الماتش لو طلع وحش انا هزعل. يعني جايبين لك كاميرات 4K، جايبين لك 40 كاميرا، جايبين لك تقنيه التسلل الالي، فيعني الماتش ده معمول عليه شو، والجوائز بتاعته $1,000,000، الكسبان $1,000,000. فانا بتكلم على ان الماتش ده يعني يحل ازمه، يعني يحل ازمات لنادي. اولا يديك الاستقرار، احنا عارفين ماتش الاهلي بيعمل ايه في الجمهور. الفريق اللي بيكسب بيبقى احسن فريق في العالم، والفريق اللي بيخسر يلا نقيل المدرب. هي الحاله عندنا كده. انا بشرح طبعا للهواه اللي جايين يتفرجوا. هي الحاله عندنا كده. يعني شوف مثلا الاهلي بعد كل اللي عمله مع كولر ده، ممكن مثلا لو خسر مثلا ولا حاجه تلاقيه لا كولر مش عارف ايه، هتشوف. والناحيه الثانيه عادي جوميز اللي جاي 3 ماتشات ده ممكن يمشي عادي. بس طبعا حسين لبيب يعني اعتقد انه اكيد مش للدرجه دي يعني. بس انا بالنسبه لي الماتش ده اتمنى انه يطلع حلو بقى. يعني ماتش في السعوديه صرف عليه كتير، ماتش فيه كل مقومات النجاح. وفي الاخر توقعي هو 2-2 في 90 دقيقه، وفوز النادي الاهلي بضربات الترجيح. وبس كده. قولوا لي توقعاتكم في الكومنتات، واتمنى يكون الفيديو عجبكم، ويلا سلام.